مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير ياللي معانا الكران غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها والطيرة يسرحب في سماها. يلا معاها يا صباح الخير ياللي معانا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا عارفه ان انا بتاخر على الفيديوهات بتاعتي، ما بنزلش دايما فيديوهات. بس انتوا عارفين زي ما انتوا شايفين كده الجو اصلا مش مشجع ان انا اصور فيديوهات بصراحه. الجو حر والنور دايما بيقطع، الكهرباء دايما بتقطع عندنا يعني 3-4 مرات في اليوم، وكمان الجو بيبقى حر، فمش مساعدني ان انا بصراحه اصور. يعني على ما بحط الحامل والكاميرا وكده وباجي اصور الواحد بيزهق من الجو. فقلت لا، طالما انا بقى هغير بقى، هعمل النهارده نظافه بقى للشقه، فقلت اصور لكم الروتين بتاعي ده. انا عارفه ان انا بتاخر عن الفيديوهات بتاعتي، بس ان شاء الله كده الجو يظبط معانا كده واستمر معاكم في الفيديوهات، نستمر كذا يوم كده على الفيديوهات. بصراحة وكمان الفيديوهات عندي، يعني انتوا مش مشجعيني انك انتوا ترفعوا لي الفيديو، فما عندي احباط بصراحة ان الفيديو بنزله ما بيجيبش مشاهدة، فتحس ان جاي لي احباط كده، مش عارفة. ما بشجعش بصراحة ان انا انزل فيديوهات. فشجعوني ان انتوا ترفعوا لي الفيديو عشان اتشجع برضو، من ناحية اتشجع ان الفيديو بيترفع، اصور فيديوهات كده، يعني ساعدوني. اليوم ده كنت طبعا انتوا عارفين الجو حر، ففرش السراير طبعا بيتغير، انا بغيره بصراحة 3 مرات في الاسبوع، بما ان الجو حر والشهر ده اصلا حر، يعني حر. فانا عندي بغير الفرش السراير عندي بغيره مرتين او 3 حسب، يعني حسب الجو عندي. فيعني انا بحب، يعني بالذات اوضه ولادي، انا بحب الاوضه اغير الفرش بتاعها 3 مرات في الاسبوع، لان ولادي قاعدين دايما في الاوضه، فتحس ان الاوضه بتتبهدل بسرعه. اما الاوضه عندي الكبيره هي مرتين في الاسبوع، لان هي ما فيهاش بهدله زي ما انتم شايفين كده. غيرت الفرش بتاعها، هي الملايه بتبقى نظيفه، بس انتوا عارفين يعني لازم يعني تتغير الملايه عشان الجو وكده. لمعت الخشب بتاع الاوضه كلها بملمع الخشب. هي من كتر ما انا بلمعها فبتلمع بقلب بالفوطه، يعني كده في ثواني كده بتلاقيها بتلمع. وغيرت الملايه وعطرتها كده زي ما انتم شايفين، وخلاص وقفلت الاوضه. بتاع السجاد، المشايات بتاعتها اللي في الجناب دي انا بعملها بالمكنسه، يعني ما بشيلهاش دايما عشان لان ما فيهاش بهدله، ما بتتبهدلش زي بقيه الشقه. فبروح مشفطه كده بالمكنسه وعامله بالمساحه كده من الحتت اللي هي البلاط العريان بس، واروح خارجه من الاوضه. بعد كده رحت شلت الملايات بقى، كنت انا مغيره اوضه برضو بتاعت ولادي، حطيت الملايات كلها بقى دوره واحده. هما يعني انا ما بحبش اغسل ملايه كده، او ما بحبش اغسل الملايه مع هدوم، يعني الملايات بحوشها لحد ما اشوف ملايه طقم كمان احطه معاها بس. وحطيتها كده على ما ان اخلص الشقه، اروح نشر الغسيل، لان انا بخلص الاكل والبيت. بكسل بيبقى عندي كسل بصراحه، والجو حر فما فيش حاجه، يعني بتبقي تحسي انك عندك كسل دايما من الحر من يما والنور بيقطع وكده. فقلت لا، على ما اخلص الشقه تكون دوره الغسيل خلصت، اروح نشرها على طول. بعد كده خرجت بقى على الركنه برضو، عشان احنا قاعدين دايما فيها اليومين دول عشان التكييف في الصاله، فبنقعد على الركنه دايما، لان المروحه، بص المروحه كتر الف خيرها بصراحه، شويه كده في اوضه ولادي وشويه في الركنه. يعني بنريح شويه المروحه ونروح للتكييف ونرجع للمروحه كده يومنا كده. برضو عشان ايه الكهرباء برضو بتقطع، يعني نريح هنا شويه ونقعد هنا شويه. فدايما الركنه بقى عشان قاعدين فيها اليومين دول، فتحسوها ان هي
تحسوها ان هي متبهدله. فقلت اغير بتاع البياضات بتاعتها واحط البيضه دي، رغم ان البيضه دي ما بتستحملش لانها فاتحه، واحنا بتبقى قعدتنا كلها في الركنه فما بتستحملش. فروحت شايله اللي هي الغامقه وحطيت اللي هي البياضات البيضه دي. انا بحطها مؤقتا يعني. بحب التانية اللي هي الغامقه ليه؟ لانها بتستحمل. ما بحطها يعني ايه، تحطيها باليومين 3، ممكن تقعد الاسبوع. بصراحة والله يعني ساعات بسيبها بالاسبوع ما بيتبانش فيها وسخة ولا اي حاجة. اما البيضة دي يعني هي يوم وتاني يوم عايزة تشيليها، فقلت احطها بس على ما ان التانية تتغسل، وبعد كده اروح حطها ارجعها مكانها تاني. والارض طبعا رحت كنساه كده كنساها، وبعد كده مسحت الحتة اللي هي ايه، الباينة بس وخلاص. يعني الشقة بصوا هي نظيفة، يعني عشان ما اكدبش عليكم. هي الدنيا عندي نظيفة، يعني مش اللي هي مبهدلة وكده. انتوا عارفين عيالي ما بيبهدلوش، وانا دايما كل ما بلاقي حاجة اقوم اعملها اول باول، ما بسيبش حاجة بتبهدل على حاجة. فرفعت السجادة كده من الجنب. السجادة طبعا انا ما بحبش اشيلها كتير. ليه؟ اصل عارفة ناس بيقولوا لي انت ما بتشيليهاش ليه. لا، انا ما بشيلهاش كتير لان الجزامة محطوطة فوق السجادة، فباجي اشيلها صعب، لازم حد يشيل معايا، ما ينفعش اشيلها لوحدي يعني، او لازم ادن بصوا يعني لازم يكون حد معايا عشان يشيل. فما بشيلش السجاده كتير. وطبعا هي السجاده ما برفعها ما بيبقاش فيها تحتها حاجه، بس يعني ايه، انا نظافه برضو. بحس لما بشيل السجاده كده بحس ان الشقه فيها طراوه. وكنست تحتها ومسحت. وبعد كده رجعت كل حاجه مكانها تاني. هنا كنت خلصت بقى الركنه، وغيرت البياضات بتاعتها. وطبعا هطفي النور دلوقتي وهخش طبعا اشوف الغدا. هنا خلصت بقى، وكنت خلصت بتاع اوضه ولادي برضو. هي بنتي الكبيره اللي هي بصراحه هي اللي غيرت اوضتهم، انا ما غيرتهاش، هي بنتي اللي غيرتها. بس ان شاء الله هنزلها لكم في الروتين الجاي ان شاء الله باذن الله. بس وانا عملت بس اللي هي الشقه، عملت اللي هي الركنه، وعملت اوضه النوم عندي والمطبخ، وصبنت الحمام. وفي واحده كانت مره كاتبه لي بتقولي انت ما بتجيبيش روتين في الحمام، يعني ما بجيبش اصورش الحمام ولا حاجه. كانت في واحده بتقول لي ان انا ما يعني ما دايما اصور في الركنه واصور في اوضه الاطفال وبقيه الشقه. يا جماعه انا الحمام بتاعي صغير، يعني انا اصور لكم في ايه؟ انا الحمام بتاعي صغير يعني. بس هعمل لكم في روتين برضه، اقول لكم انا منظمه الحمام عندي ازاي وحاطه فيه ايه وعامله فيه ايه. لان هو صغير فمش مستاهل يعني انا ان انا اجي اعمل فيه روتين او كده، او ادخله في وسط الروتينات. بس ان شاء الله بقى اعمل لكم في يعني ادخله في وسط الفيديوهات معانا. وهنا كنت عملت الغدا بتاعي، كنت عامله حواوشي وطحينه وسلطه وليمون. الليمون ده انا مخللاه، كنت منزله لكم قبل كده على القناه. وعملت الحواوشي، ودي كان الغدا بتاعنا. ويا رب الفيديو يعجبكم، استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى في اللايك.